95% من قراراتك اليومية مبنية على تحليل البيانات حتى لو انت مش واخد بالك. ناس كتير فاكرة ان تحليل البيانات مقتصر بس على الشركات الكبيرة، بس في الحقيقة انك بتاخد قرارات كتير في حياتك مبنية على تحليل البيانات. من اول اختيارك لأحسن منتج لحد قراراتك المستقبلية، هو ده تحليل البيانات انت بتعمله بشكل تلقائي من غير ما تفكر. في الفيديو ده هقولك ازاي تحليل البيانات هو جزء من كل تفصيلة في حياتنا، وازاي ممكن نستغله لصالحنا. خلينا نبدأ بأبسط مثال. انت اكيد مريت بالموقف ده قبل كده. قبل ما تشتري منتج جديد، اول حاجة بتعملها انك بتفتح جوجل عشان تشوف الريفيوهات، وكمان عشان تقارن الاسعار وتشوف الناس بتقول ايه عن جودة المنتج. انت هنا بتجمع معلومات وبتقارنها، وبتاخد قرارك بناء على المعلومات اللي انت جمعتها. وده بالظبط اللي الشركات بتعمله اما بتدرس السوق قبل ما تطلع منتج جديد. ومش بس قرارات الشراء اللي فيها تحليل بيانات، حتى وقتك وانتاجيتك اليومية متأثرين بالموضوع ده. خليني اشرح لك ازاي. الشركات بتدرس سلوك العملاء علشان تقدر تحدد انسب وقت تنشر فيه الاعلانات وتحقق تفاعل عالي، وده اللي ممكن تعمله مع نفسك عشان تنجز اكتر. لو بدأت تراقب وقتك هتلاقي فيه وقت معين انت بتنجز فيه اكتر، زي مثلا وقت الصبح او ما بتكون في مكان هادي. حاول تستغل الوقت ده، هتلاقي نفسك بتنجز وبتضاعف انتاجيتك. لو بتفكر ان الشركات بس هي تعمل تحليل مالي، فانت لازم تعيد تفكيرك، لان حتى ميزانيتك الشخصيه بتحتاج تحليل بيانات. لو بتصرف فلوسك ومش عارف انت اشتريت بيها ايه ولا صرفتها فين، في تطبيقات ممكن تساعدك عشان تحسب ميزانيتك وتعرف مصاريفك. كلها مبنيه على نفس الاساس اللي الشركات بتستخدمه علشان تحلل ميزانيتها الكبيره. واخيرا، مش انت بس اللي بتستخدم تحليل البيانات، لكنها كمان بتستخدمك. تعال اوضح لك الفكره. انت متخيل ان الريلز اللي بتظهر لك على السوشيال ميديا والفيديوهات المقترحه اللي بتظهر لك على اليوتيوب كلها مبنيه على تحليل بياناتك؟ كل لايك وكل تعليق وكل فيديو بتكمله للاخر، المنصات دي بتسجل بياناتك وتحللها علشان تعرف انت بتحب تشوف ايه وتعرضه لك اكتر. زي ما انت بتختار المحتوى بناء على البيانات، المنصه كمان بتختار المحتوى المناسب ليك بناء على تفاعلك. دلوقتي انت عرفت انك بتستخدم تحليل البيانات كل يوم، لكن السؤال هو ايه اكتر موقف استخدمت فيه تحليل البيانات في حياتك؟ شاركنا بيه في الكومنتات.